بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. مساء النور وصباح الخير حسب ما هتشوفي الفيديو. النهارده بقى عملت لكم روتين في المطبخ. كنت مسيحه التلاجة. تلاجتي للاسف يا جماعه يعني المفروض ما تعملش تلج، لا هي عامله لي تلج على طول، تعمل لي تلج ولازم اسيحها وحاجات كده. هنا كان باقي بتنجان مملح، بدل بقى بجيب مخلل وكده فبعمله في البيت دوت يكون افضل وانضف طبعا. فهنا بقى كنت شايله المطبخ كله، ف نشفت التلاجة ونضفتها ومسحتها وشغلتها طبعا. وبعد كده بقى ايه، قلت اخلص اللي ورايا. وبعد كده كنت بغسل يعني يعني ايدي كانت في المطبخ وفي الغسيل. وعملت معاكم مكرونه بالبشاميل، بس في مقطع اللي انا بعمل فيه بقى اللحمه المعصجه وكده. فوالله مش عارفه ايه اللي حصل، التليفون اتقلب ولا ايه، والله ما عارفه، فالكاميرا باظت يعني. فالمهم انا هقول لكم بقى. احنا عملنا البشاميل طبعا، انتوا هتشوفوه. احنا عشان لو يعني في حاجه غلطه في البشاميل ولا حاجه، احنا حطينا 3 معالق سمنه او 3 معالق زيت. وبعد كده تحطي 3 معالق من الدقيق او 4 معالق دقيق. معايا نص كيلو مكرونه. النص كيلو مكرونه دوت هستعمل عليه، هحتاج له يعني كيلو من اللبن، لبن جاموسي لبن بقري حسب ما انت عايزه. تمام. وبعد كده بعد ما تحمري الدقيق، انا الفيديو يعني هو واضح وكل حاجه، بس في مقطع اتشال، فانا يعني باظ، فانا حذفته وشلته عشان هو مش نافع خالص. الكاميرا مقلوبه وكده، فانتم مش هتستفادوا منه حاجه. عشان كده بقول لكم يعني لو فاتكم حاجه فهتعملوا بالكلام ان شاء الله، وهعمل لكم هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف وامر الله. فبعد ما تحمري الدقيق، 3 معالق دقيق مع 3 معالق سمنه او 3 معالق زيت، وبعد كده تروحي حاطه الكيلو من اللبن. تقعدي تقلبي مع ملح وفلفل اسمر. تقعدي تقلبي البشاميل لحد ما يبقى قوامه خفيف مش تقيل. قوامه خفيف هيكون افضل معاكي بكتير، هيديكي كده الصوص الطري كده اللي هو بيبقى ايه، المكرونه غرقانه من الصوص البشاميل. انت بتحبيها كده، يبقى انت لازم تعملي صوص البشاميل خفيف. تمام. بس هتقعدي تقلبي لحد ما تلاقيها وصلت للقوام اللي انت عايزاه. اطفي عليها. واللحمه المعصجه هنحمر البصله. وبعد ما تحمري البصله، اللهم صل على النبي، تروحي حاطه اللحمه المفرومه مع فلفل اسمر وملح. وبعد ما تتعصج تروحي حاطه لها طماطمتين مبشوره كده، بيديها لون وطعم حلو. بس عايزه اقول لك، وانتي بتسلقي المكرونه، انا هنا حطيت المكرونه على النار وهحط لها معلقتين، معلقه يعني معلقتين صغيرين من الملح، المعلقه اللي هي الصغيره دي. بس كده عشان تسلقي المكرونه. وانتي بقى بتسلقي المكرونه، ما تسلقهاش للاخر عشان المكرونه بالبشاميل ما تتهرش منك في الفرن، لان هي لسه تحط في الفرن، فصوص البشاميل لسه هيسوي كمان. فاهمه قصدي؟ فمش عايزينها تتسوى للاخر. يعني هنطلعوها اللي هي فيها ايه، يعني قطمه كده بسيطه بسيطه. بس كده. وهتروحي بقى حاطه صاج، مش صاج، هتروحي حاطه مكرونه. حطي بقى معلقتين كبار من البشاميل على المكرونه، قلبي كل المكرونه مع معلقتين بشاميل كبار، كله كده. وبعد كده تروحي جايبه الصينيه، تروحي حاطه رق بشاميل ورق مكرونه، وبعد كده رق اللحمه المفرومه اللي هي معصجه. بعد كده في الاخر خالص المكرونه. وبعد كده تحطي في الاخر خالص البشاميل وحطيه في الفرن. بس كده. طبعا احنا كلنا عارفينها طبعا، بس انا بقول بقى ايه للبنات الصغيرين اللي لسه مثلا بيبداوا يطبخوا او كده. هنا بقى انا شلت عيون البوتاجاز بقى بعد ما خلصت المواعين وقفلت التلاجة وحطيت حاجتي كلها ونضفتها. فاخدت العيون البوتاجاز غسلتهم، ورحت ماسكه البوتاجاز غسلته كويس. وبعد كده بقى ايه ركبتهم. وبقى كملت الاكل. وطبعا غسلت بقى، بس انا ما صورتلكوش الغسيل عشان انا مش بحب اعمل لكم فيديو طويل عشان ما تملوش. بس كده. لو بقى شفتي القناه بتاعتي وعجبتك الحياه ما قبلت الكون، يا ريت تشرفيني بقى بالاشتراك، تنوريني، وكومنت حلو كده يشجعني، ولايك. بس كده. صلوا بقى على الرسول كتير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مش عايزين ننسى ان احنا ندعي لفلسطين، ندعي لفلسطين. ربنا يا رب يفك كربهم، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم، عايزه اقول لكم في نعمه كبيره قوي يا جماعه، احنا مش حاسين بيها، نعمه كبيره قوي 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 عندنا كلنا. ايه هي؟ نعمه الرضا. نعمة الرضا ديت في ناس مش حاسة بيها، في ناس يعني عندها حاجات كتير، مرتاحة ماديا، مرتاحة في حياتها ومش راضية.
فسبحان الله يعني مش راضية. طب مش راضية ليه؟ تلاقي لك بقى تطلع لك اي حاجة، انا مخنوقة، انا مش مبسوطة، انا ناقصني كذا، انا ناقصني كذا. طيب لو جاتلك حد بقى كده بتديكي طاقة سلبية، قولي لها انتي مش عندك اولاد؟ لو قالت لك قولي لها احمدي ربنا. طيب انتي مش عندك حياة؟ في ناس مش لاقية الحياة اللي انتي مش عايزاها. في ناس عندها شغل ومش مرتاحة. طب انتي مش مرتاحة ليه وانتي لاقية شغل؟ في ناس كتير قوي بتدور على شغل مش لاقية. في ناس كتير قوي بتبقى عن نفسها يبقى عندها عيل ومش لاقية. في ناس بيبقى بتشوف بعينيها، وفي ناس غيرها ما بتشوفش بعينيها. فانت في نعمة كبيرة، في نعمة كبيرة قوي ان انت ليكي يعني بتقدري تسمعي صوت عيالك. في ناس محرومة من صوت العيال ديت في البيت، فاحنا في نعمة كبيرة. احنا هنا حمرنا زي ما قلت لكم، عملنا الدقيق حمرناه، حطينا كيلو من اللبن على نص كيلو من المكرونة، حطينا المية وحطينا فيها معلقتين من الملح. طيب وهنا بقى حطينا المكرونه بس. فانا في ناس كتير قوي في حياتي اعرفهم يعني للاسف ما بيحمدوش ربنا، للاسف يعني. بيدوا طاقه سلبيه، بيدوا طاقه سلبيه. يعني انت مثلا اما تشوفي حد، حاولي على قد ما تقدري ما تقولهوش انا مخنوقه، انا زهقانه، انا كرهت حياتي. يا جماعه اتقوا الله اولا، ثم ارضوا قولوا الحمد لله احنا احسن من غيرنا. بصي القوام انا عايزاه خفيف كده تمام، عشان يعمل لك الصوص المكرونه كده في الصوص كده وهيطلع طعمه حلو. هنا بقى المقطع دوت كنت محمر البصل عشان اللحمه المفرومه، فايه شيلته عشان باظ اهو، شفتوه حته منه باين. الله المستعان. فرجاء كلنا كده مش عايزين ندي طاقة سلبية لبعضنا، عايزين ندي طاقة إيجابية. احمدوا ربنا، ارضوا قولوا الحمد لله. صدقوني كل ما هنقول الحمد لله ربنا هيديكي من وسع. فالرضا ده كنز من كنوز الدنيا اللي احنا مش حاسين بيها. فالحمد لله يا رب على نعمة الرضا. فالمكرونة هي حلوة، وحطوا بقى لايك وسلام.